خير او صباح الخير حسب وقت الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. النهارده ان شاء الله نشرح السويتش، وشرحنا الفيديو اللي فات الاف والالس اف. النهارده هشرح لك السويتش والفرق ما بينها وما بين الاف. تمام، نكتب void main زي ما احنا متعودين كده. تمام، نعمل مثلا نقول له ان السترنج عندي الدي مثلا هيساوي السبت. تمام، وهنكتب السويتش عندنا كده. تمام، وهنحط حالة الدي. تمام، طيب احنا كنا بنقول في الاف ان هو والله ان الدي لو بيساوي السبت اعمل لي برنت الكذا. لا، في السويتش بقى انت بتحط الحالة بتاعتك اللي هي السترنج ده، بناء عليه بتبني الكيس بتاعتك. بقى انت مش لازم تعمل لو بتساوي كذا اعمل كذا، لا انت خلاص حطيت الحالة بتاعتك هنا. انت بقى بتقول له جوه في حالة ان الكيس مثلا اللي هي تبع السويتش دي، او يعني في حالة ان السترنج ده بيساوي مثلا السبت. تمام، اعمل لي برنت ليه. مثلا هنعمل برنت مثلا للدي مثلا. تمام، بس ونحط في الاخر بريك. طب ليه لازم تحط بريك؟ كده كده السويتش في دارت عندها اوتوماتيك فول ستوب، اسف عندها ستوب. تمام، طيب ليه برضو لازم تحط بريك؟ كلين كود ليك اكتر، بتعلي من البرفورمانس بتاع التطبيق، المنع انها تخش في اي حالة من الحالات انها الثرو، يعني انها تقعد تعدي على ما لا نهاية من الكيسز، وانك تخش في اي حالة من حالات الايرور الغير متوقعة والمشكلة انها مش هتطلع لك ايرور في الحتة دي، انت هتقعد تلف. فنضمن احسن ونعمل شغل كواليتي اعلى احسن، صح؟ بس فتعال نكمل. ان هو مثلا نقول كيس والله لو دي بتساوي مثلا الاتنين. تمام، اعمل لي برنت ان ده منتصف، اسف، ان ده منتصف الاسبوع. تمام، من هنا بريك. تمام، طيب في الاف والالس اف مش كنا بقول لك في الاخر لو انت عملت اف بتساوي كذا وعملت الس اف كتير او مفيش اي حاجه من الحالات بتاعتك اللي انت كتبتها اتطبقت، كنت بقول لك في الاخر اعمل الس علشان ما يدكش ايرور. فانت تعمل الس ان هو لو مفيش اي حاجه من التطبيقات دي خليه يطبع لك مثلا ان والله النتيجه عندك بايرور، صح؟ ده اللي نفس الكلام اللي بيحصل في السويتش، بس بدل الس تبقى حاجه اسمها ديفولت. تمام، تعمل كده مثلا برنت ان ده مثلا والله بيرور. هل نشوف مع بعض كده ان هو طبع لك فعلا السبت زي ما قلنا له هنا؟ طيب احنا لو عملنا ده كده، كتبنا مثلا الاتنين، فقال لك ان هو منتصف الاسبوع. طيب عملنا كتبنا اي حاجة، قال لك ايرور، يعني الحالة دي مش موجودة. فبناء عليه عدى على الحالة الكيز الأولانية، عدى على الحالة الكيز التانية، ما لقاش أي حاجة متطبقة في دي فدخل في الديفولت. طب تعال نجرب كده نشيل الديفولت خالص، هنشوف هيعمل ايه. ما جابلكش أي حاجة، ما حصلش أي نتيجة. بس في حالات جوه الابليكيشنز، انت مثلا والله ان انا داخل ادوس على زرار، فانت عامل كذا كيس مثلا ان هو مثلا والله هو لو حاطط حاجات في السلة، فاحسب له النتيجة وبعد كده ارجع له بقيمة النتيجة في الاخر مع ضريبة التوصيل، ايا يكن. المهم ان انا جيت دوست فمفيش اي حالة من الحالات اللي انت عملتها دي. اوب، تطبيق كراش باظ، جاب شاشة بيضة وطلعني برا. دي تجربة المستخدم حاجة وحشة جدا 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 جدا. فتعالى مع بعض نشوف حالة تانية، قصدي نشوف مثال تاني ونكمل. المثال التاني بقى هنعمل مع بعض ازاي في الموقع. هو بيعمل العملية الحسابية ان هو يطلع لك انت ازاي جايب امتياز او جايب جيد جدا او مثلا راسب لايحة. مع بعض نشوف كده.
تمام. فهو مثلا بيبقى عامل مثلا معرف مثلا انتجر مسميه مثلا سكور، تمام. مثلا مسميه مثلا والله مديلكم مثلا ب85، تمام. وبعد كده هو عامل السويتش مثلا حاطط السكور بتاعك ده واسمه عامل عملية اسم صحيحة، تمام، على مثلا 10. طيب هتقولي ايه العملية الاسم الصحيحة دي؟ يعني هو بيتجاهل اي ارقام عشرية، يعني هو بيقسم الاسم وبيخرج بيحط الكيس بتاعته بيتجاهل اي ارقام عشرية. بمعنى ان هو مثلا عامل كيس مثلا مديله مثلا قالك والله لو في حالة ان هو 9، تمام. طيب في حالة خلي بالك هنا انا هعمل كيس تانية ومش هحط بريك عشان انا عايز اقوله لو هي 9 او 8 ان هو مثلا جايب امتياز. مثلا مثال اهو مثلا كيس مثلا ان هو مثلا 8 وعملنا نقطتين في بعض عملنا برنت مثلا قلنا له والله ان ده الشخص ده كده يبقى جايب امتياز، تمام. طيب لو هو مثلا جايب 7 او جايب 6 يبقى نعمل برنت مثلا والله ان هو جيد جدا، تمام. طبعا انا هنا نسيت احط البريك فما ننساهاش خالص، تمام. طيب زي ما قلت لك لو هو اي على اي حالة من دول وما لقاهاش هنعمل الديفولت اللي احنا قلنا عليها مثلا، تمام. يعمل برنت مثلا والله نقول له ان ده كده راسب لايحة مثلا، تمام. فهو والله هو عملها قام جاي قاسم لك 85 على 10 فالمفروض 8.5. فهو كده في حالة من الحالات بتاعت الامتياز. طيب هو مفروض ان هو لما عملنا عملية القسمة الصحيحة فبناء عليه ان هو جايب 8 فبقى امتياز، تمام. فهنقول له مثلا والله ان هو مثلا خليه 65 مثلا، شوف هيعمل ايه. قالك جيد جدا، تمام. طيب هو جايب مثلا 5، قالك ان الشخص ده كده بقى جايب راسب لايحة. بس ده كان كل موضوع النهاردة. موضوع ما فيش ابسط ولا اسلس منه. انت سهل الموضوع على نفسك، ما تعقدش الامور، ركز كويس في اللي انا قلته، افهم الموضوع بشكل بسيط، قسمه لحاجات بسيطة. لو هو بالنسبة لك صعب اشرحه لنفسك كأن هي لعبة مثلا او كأن هي مثلا اقعد تقول لنفسك ده طب الشخص ده بيعمل ازاي ده مش عارف ايه، كأنه لغز. انت ده لغز وانت بتحاول تحله دلوقتي. بس ده كان كل موضوعنا النهاردة.